اخوتي انا كنعطيكم هذا الرساله هذه في 2018. الا ما خرجوش مغاربه ضد مغاربه، الا ما خرجوش حكوميا ومسؤولين باغيين يقتلوكم وتيشوفوا لكم هي شي حاجه كيفاش يدمروكم ويخويوكم البلاد، ولكن ردوا البال. انا كنهضر معكم لوجه الله، ردوا البال وعرفوا مع من كتشاركوا الطريق، عرفوا مع من كتشاركوا الاخبار ديالكم. راه كاين الناس اللي كيشوفوا الحقيقه وما كيبغيوش يوريوها، ما كيبغيوش يعطيوكم الحقيقه ولا يبينوا لكم الحقيقه. اول حاجه كيدرقوا عليكم الحقيقه باش تبقاو نتوما جهاله، وثاني حاجه هما كيستافدوا من ذاك الحقيقه وذاك المعرفه اللي عارفين وتيبغيوهاش يبارطاجيوها معكم. لكن ملي تنجيو حنا تنوصلوا لكم الحقيقه ما تيرضاوش بينا وتيعارضونا وتيسينياليو. خذوا راحتكم، لان الله تمنيت لكم انا ربي يعطيكم السرطان لذاك اليدين وديك العينين اللي كتشوفوا فينا بشوفه خايبه. حنا لوجه الله باغي الخير لينا والمجتمع ديالنا، ونعيشوا في واحد الدوله سلميين مزيانين. يجيو سيدي حدنا مرحبا بهم، شوفوا علينا واحد النظره زوينه، ماشي اننا يشوفونا واحد باغي يحرق، واحد عايش متشرد هادشي اللي كنهضروا على واحد، ولا كنهضروا على الالوفات ديال الحراقه، كنهضروا على الالوفات ديال المتشردين. واحد دار مفعوه وعايشين مع كرمهم الرفاهيه وكذا وهذا، ويجي تيني كومونتير هذا رب دمكم نتوما، خاصكم الاعدام نتوما. كنهضروا على حقنا، ما عندكمش حق تدخلوا لنا في الامور ديالنا الشخصيه. حنا كنناشدوا واحد الحاكم ولا كنناشدوا واحد المسؤول، ويجي واحد القواد واحد العطوه ويدخلك في الامور ديالك وبدا يسبك ولا يقول لك انت باغي الحبس، انت خصك تمشي للحبس. والله يا طبون دمكم يا ولاد القحبات، الا هي القحبه يمكم الى يوم الحساب، حيت بالسبب ديالكم. وانتم كتبغيو، انتم هكا دايرين تريكه ولاد القحاب، انتم تركتوا ولاد القحاب، انتم كتبغيو الحرب القبيليه ما بين المواطنين، كتبغيو الحرب ما بين الشعوب، انتم تركه ولاد القحبات، انتم مخلوقين اولاد القحبات في الزناقي.